السلام عليكم بنات الفنات، كي دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قصه جديده. شحال توحشت ندير لكم هذه المقدمه. اسمحوا لي على التعطيل ديالي اللي دام تقريبا شي 6 شهور، ولكن كان عندنا مشكل في القناه. حاولنا اننا نخدموا عليه حتى قدينا كل شيء، ودابا رجعنا لكم من جديد في قصص جديده ووقائع جديده. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكملوا المتابعه ديالكم لينا، وكنتمنى ننالوا الاعجاب ديالكم ونزيدوا نعطيو اكثر في هادشي اللي كنعطيو لكم. كنعاود نذكركم البنات اللي عندهم القصص وبغاوني نعاودهم، ولا بغاو البنات يعطيوهم نصائح ديالهم، قصص للعبره، قصص اللي عندهم مشاكل وبغاو انهم يحلوهم، اي حاجه بحال هكا، تواصلوا معنا في الجيميل ولا في النمره. راه غيكون كلشي عندكم في القناه، ونتمنى ان شاء الله تدعمونا مره اخرى بجيم كومونتير قليب. وكنشكركم بزاف بزاف، واسمحوا لي الا طولت عليكم. دابا نبداو في القصه ديالنا. غنبدا لكم القصه ديالي من نهار تزاديت وسط واحد العائله اللي كانت على قد الحال، ماشي على قد الحال، فقيره جدا. كنا ساكنين غير في العروبيه. وإلا قلت لكم العروبيه ما يسحبش لكم ديك العروبيه المتقدمه اللي فيها حانوت والديور حدا بعضياتهم، كتكون دايره بحال الفيلاج. لا لا، العروبيه ديالنا كانت دوك العروبيات ديال بصح. كتلقاي دار هنا وكتمشي واحد 2 كيلومتر حتى ل3 باش كتلقاي الدار الثانيه، يعني كل دار كانت بعيده على اختها. كانت الا خاصك غير شي حاجه خصك تسناي من السوق للسوق باش تجيبيها، والا ما جبتيهاش في داك السوق ونسيتي شي حاجه تسناي على السيمانه الجايه باش يجي عاوتاني السوق وتعاودي تقدري تجيبي الحاجه الاخرى. يعني كنا مكرفصين ديال بصح. الا غير خصك الدواء ولا خصاتك شي حاجه كان خاصك تمشي حتى للفيلاج، والفيلاج كان بعيد علينا بواحد المسافه اللي كبيره بزاف. كان خصك المركوب وكان خصك تسناي المركوب النهار كله. حتى المركوب كان عندنا قليل النهار كامل، حتى كيدوز شي خطاف واحد اللي يقدر يديك، وعاودي تسناي النهار كامل باش يجي الخطاف الثاني. يعني كتسني واحد الوقت اللي طويل باش تقدري تلقاي خطاف اللي يقدر يديك لذاك الفيلاج ويرجعك. من غير الفيلاج الا ما تسنيتيش السوق الاسبوعي اللي كيعمر ما كنتي تقدري تاخدي حتى شي حاجه. المهم واحد التكرفيصه الله اللي علم بها. واخا كنا حامدين الله وشاكرين وكنا عايشين والحمد لله. كنا عايشين حنا بينا 5 نفوس. كنت انا 2 خوتي وامي وبا. الاب ديالي كان واحد السيد اللي درويش 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 حتى فهاد القياس. كان عيبو بعيد جدا، ما يهضر ما يتكلم ما يخسر خاطر ما يغوت عليك، بالعكس كان حنين فينا داك السيد. كان دريويش 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 با الله يخليه ليا. ولكن امي كانت العكس ديالو، بحال قال لك العافيه والماء بحال هكاك. امي كانت قاصحه 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 وعافيه عافيه عافيه، واخا امي ولكن كنقولها فيها. كانت كطير من المقله. كانت هي اللي حاكمه في با. الا قالت شي حاجه ما يمكنش با يقول كلمه فوق منها نهائيا بتاتا. الشاشه الراره. وحنا ولفنا على هذا الشيء، ولفنا ان امي هي اللي حاكمه في الدار، ان امي هي اللي كتهضر. انا الا كنت بغيت شي حاجه ومشيت عند با وقال لي ديريها، الا قالت لي امي ما ديرهاش صافي عرفت انني ما غنديرهاش. اولا كنت كنمشي عند امي هي الاولى كنقول لها الحاجه، الا قالت لي ما ديرهاش بلا ما نمشي نعلم با ولا نشاورو، ولا حيت عارفه غيقول لا، حيت امي غتقول ليه لا هي لا. يعني كنت فاهمه السيستم ديال الدار ديالنا. في القرايه ما درتش شي حاجه اللي نيت. كنت كنمشي للمدرسه كانت بعيده علينا، وكنت كنضرب وكنمشي انا وخوتي والطريق قاصحه والبرد والشتا. ما كنتش كنقدر نمشي ليها بزاف الصراحه، حيت كنت كنتعذب بزاف. واخا كانت كتعجبني المدرسه، حيت كنت كنحس براسي هذيك هو المتنفس اللي عندي مني كنت صغيره. مني كنت كنقرا في التحضيري الثاني الثالث انا امي كانت كتزيدني للشقا. امي قالت لك انا هي ما كانتش كتبغي تشقى، قالت لك انا علاش عندي البنت ونشقى، انت خاصك تعلمي، انت خاصك دي في دراعك بزاف ديال الحوايج. هادشي ديال الهضره اللي كانت كتقول. انا كنت كنفهم انني الا بقيت جالسه في الدار غنبقى جالسه غير على الشقه، ولكن ماشي كنت كنفهمها بزاف. ولكن كان كيبان لي داكشي بحكم انني كنت صغيره. فاش كنمشي للمدرسه كنبقى نلعب مع البنيات في ديك الاستراحه اللي كتكون قصيره، وكنكونوا غاديين في الطريق مجمعين وكنضحكوا انا وخوتي. واخا ديك المسافه اللي كتكون طويله كنا كنقرقبوا فيها الناب وكنهضروا ونضحكوا ونجريو سميتو. كان كيعجبني داك الريتم باش كنا كنمشيو. على العكس الا كنت بقيت جالسه في الدار كنت كنبقى جالسه مع امي معي الدار شطبي. الشطاب ديالنا كان صعيب بزاف. حنا كان عندنا دوك الدواور اللي محلولين من الوسط، يعني الا كنتي غتشطبي وكتكون الشمس فوق راسك وكتضرب لك الراس كتعذبي ديال بصح. شطبي الدار غسلي الماعن. والغسيل ديال الماعن ديالنا ماشي اني كنت كنتقابل مع الروبيني باش نغسل الماعن، لا كنت كنعمر البيدوات وجيبيهم وكبي غير شويه الماء وعندك تضيعيه وغسليهم ونشفيهم وهزيهم ديهم للكوزينه اللي كانت غير سميت الكوزينه، اما هي راه ما كوزينه ما والو. وديهم وحطيهم تما.
كان داك الشغل فيه تماره، ماشي بحال الشغل ديال الديور ديال المدينه وداك الشيء نهائيا. اما الا كان نهار ديال الصابون كان كيدوز عندي تماره ديال بصح. كانت ما كتحط ليا البانيو وتحط ليا كركور ديال الحوايج وكتحط ليا الماء وكتقول لي يلاه فركيهم، وكنبقى نكب الماء من البيدون، نبدا بالفره كنفرك دوك الحوايج ومن بعد نكب الماء ونشللهم. يعني كنا معذبين ديال بصح ديال بصح ديال بصح. انا كنضر فاش كنت صغيره، اما فاش كبرت واحد شويه كانوا شراو واحد الماكينه الصابون بحكم ما كايناش الماء، ما كناش كنقدروا نخدموها بزاف. يعني كنا كنتعذبوا في الماء، واخا هكا كنا كنديروا اللي علينا وكنحاولوا نخدموها. المهم ديك الماكينه حيدات علينا شويه تاع ثمره ما نكذبوش. المهم قلت لكم كنت كنمشي للمدرسه وكنجي كنمشي، ولكن مني وصلت للسادس فاش نجحت وبغيت نمشي للاعداديه ما لقيتش كيفاش ندير، حيت الاعداديه كانت بعيده علينا. ديالي كانت معارضه تماما انني نمشي للداخليه في داك الفيلاج اللي كان بعيد شي شويه. كانت معارضه انني نمشي للداخليه، قالت لي هذيك هي اللي ما تحلميش بها، ولا مشيتي انا شكون اللي غيعاونني وانا شكون اللي غيقوم بيا، خوتك وانا ما غنقدش عليهم، وانا اما خوتي انايا صافي. وصلوا السادس كانوا عارفين راسهم انهم ما باغينش يكملوا القرايه، ما غاديش يكملوها، صافي كانوا كيبريكوليو فاش ما كان لا بانت لهم شي حاجه. خويا بعدا واحد غير وصل غير دار 16 عام كان مشى للمدينه باش يدبر على راسو، خويا واحد اخر بقى جالس معنا في الدار، وانايا امي ما خلاتنيش نمشي نقرا. المهم انا كنت عارفه انني غنجلس حيت امي كانت كتقولها ليا، كانت كتقول لي غتوصلي للسادس غتجلسي، وفعلا غير وصلت للسادس بقيت كنطلب ما خلاتنيش، صافي جلست. الله جلست على الشقه وتماره. غير انا كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف، وديك البلاد ما دات مني حتى شي حاجه من زيني، من غير انني كنت صميمره واحد شويه بسبب الشمس. من غير هذا الشيء كنت طويله والفورمه ديالي كتحمق، والشعر كان ضارب حتى لتحت ورطب رطب 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 وكحل، وكانوا عندي عوينات كبار. هذا الشيء ماشي انا اللي كنقولوا، الناس اللي كيقولوا. كنت ما نعاودش لكم الكرش كانت ما عنديش، ومن بين الجناب كان داخل، والفورمه ديالي كانت مرسومه ما شاء الله تبارك الرحمن. كما قلت لكم ماشي بالشهاده ديالي، بالشهاده ديال الناس. وقد الزين اللي كان فيا قد الظرافه اللي كانت فيا. كنت واحد البنت اللي درويشه بزاف بلا قياس، وعيبي كان بعيد بزاف. كنت فاش كنشوف راسي كنقول انا ديت من با كاع المواصفات اللي عنده، وما ديت من عند امي حتى شي حاجه. عرفتي الانسان كان يقدر يجي عندي ويدير فيا العيب ونشوف فيه ونبقى غير كنضحك، ما نجاوب وما نتكلم ما نهضر. كنت كنقول انا الواحد الا غيقول عليا غير بفمو ما كيهمنيش، المهم الانسان ما يوصلنيش، زعما ما يضربني ما يأذيني ما يقربني، لكن غيهضر بفمو ماشي مشكل، عندي الدنيا هانيه. بهاد المواصفات اللي كانوا فيا ما نقولش لكم كميات الخطاب اللي كانوا كيجيوني، ولكن انا كنت ديما ضد انني نتزوج في البلاد، ضد انني نتزوج قريبه لدارنا، ضد انني نتزوج قريبه لامي، وضد انني نتزوج في ديك الباديه. كنت كنقول انا بغيت غير شي واحد يديني لشي مدينه نسكن فيها نتعايش تما. بكثرت ما حسيت بامي باللي حقراتني وسط ديك البلاد ما بقيتش حملتها نهائيا. كنت كنقول لها تزوج بشي واحد قريب ليها تما، غتبقى ديما غاديه جايه عندي، غتبقى ديما تعيط ليا تقول لي اجي شقي عليا، غتبقى ديما لاصقه فيا. كنت كنقول باش ما بعدت عليها باش ما حسن، واخا كنت عارفه واخا نبعد امي كانت بغات تبقى تابعاني غتبقى تابعاني، ولكن على الاقل في البعد ما كانتش غتبقى تجي عندي قد ما غادي نكون قريبه عليها. وفعلا واحد النهار غادي يجيني واحد النصيب اللي تمناه اي بنت تمناه. واحد الدري اللي كان زوين ولد الناس برزقو، واهم حاجه انه كان ساكن برا. في الاول جاو غير والديه، جات امو، جات واحد اختو، واحد خالته، جاو لعندنا للدار، دخلوا استقبلناهم، هضروا مع ماما هضروا مع بابا، قالوا لهم بلي بغينا البنت، بغيناها تجي عندنا، زعما غادي تزوج بالدري وغادي تجي تسكن معنا بيد ما قاد لها وراقها ويطلعها لعندهم. وهما كانوا بعاد علينا بزاف، يعني ساكنين في واحد المنطقه اللي كانت بعيده بزاف على المنطقه فين ساكنين حنايا. يعني ديك القضيه ديال انني نبقى ساكنه عند امي وهو يبقى يجي لعندي، زعما مني يدخل المغرب يبقى يجي حتى لعندي باش يشوفني ويعاود يمشي لدارهم يشوفهم وهلي يطلع في حاله، كانت جايه قاصحه بزاف. وهو قالها لينا، يعني قال لنا انايا راه الا تكاتبت معاك غادي نديك تسكني مع امي، باش الا هبط نشوفكم، زعما لقيت شي وقيته هبط نقدر نشوفكم، غنشوفكم بمره. ما نقدرش نجي نشوفك نتيا بوحدك ومن بعد نطلع عند امي نشوفها بوحدها ومن بعد نمشي في حالي، يعني غتجي صعيبه حيت بصح واحد المسافه اللي كانت طويله بزاف. وباش ما نكذبش عليكم انا كنت كنقول 100 عجوزه ولا امي، 100 عجوزه ولا امي. اشنو كاع غدير لي هاد العجوزه؟ غتقول لي نوضي تشقاي، غتقول لي صبني، غتقول لي سيقي، ما عندهاش ما دير لي قد داكشي اللي دارت لي امي، انها حرماتني من القرايه وكتفضل عليا خوتي وكتعامل معايا بديك الطريقه. المهم بالنسبه لي انايا دير لي العجوزه اللي دارت ما غتوصلش ليا لامي.
المهم فاش كانوا كيهضروا وكيتكلموا امي تعاملات معهم مزيان وكانت كدوي بخير وقالت لهم ايه كلشي هو هذاك وصافي اتفقوا على امتى غادي يكون العرس امتى غادي يجي الدري باش نتكاتبوا امتى زعما غادي نمشي عندهم زعما اتفقوا على كلشي في ديك الجلسه حيت الناس كانوا بعاد كانوا غادي يمشيو يعني هذيك الجلسه كانوا غيتفقوا فيها على كلشي ويمشيو حتى يجي الدري يجيو كاملين دقه واحده نديروا كاع داكشي اللي خاصنا نديرو ونمشي معاهم. امي كانت كتقول لهم ايه واخا مرحبا وافقات على كاع داكشي اللي كيقولوا وفعلا مشاو الناس وانا كنت فرحانه وطايره بالفرحه حيت كنت كنقول غنمشي لبرا غنتعتق ما غنبقاش ساكنه هنايا ما غنبقاش ساكنه حدا امي كنت كنفكر في بزاف د الحوايج غادي يتعتقوا ليا في حياتي ولكن امي كان عندها راي اخر غير مشاو الناس دازت واحد تقريبا 4 ايام حتى ل5 ايام امي غتهز راسها وغتمشي عند خالتي الدري حيت خالتي الدري كانت ساكنه حدانا غتقول ليها بغيت النمره ديال الدري حيت فلانه بغات تهضر معاه خالته بقات كتشوف قالت ليها زعما ما عرفتش الصراحه اش غنقول لك قالت ليها ورا خاصهم يهضروا باش يتفاهموا داكشي في الاول خالته ما بغات ولكن من بعد اقتنعت وعطاتها النمره ديالو جات امي للدار شدت النمره ديالو دخلتها في التليفون هضرات معاه الو فلان انا راه موت فلانه قال لي هيه مرحبا الدري دوا معاها بكل ادب وصواب تمي دوات معاه في الاول مزيان كي داير لاباس عليك راه غير فلانه بتبدا تدوي معاك زعما باش تعرفوا على بعضياتكم وكذا وهادي امي وجهها مقصدر لواحد الدرجه لا تصور انا ما قلتش ليها بغيتك تعطيني النمره ديالو ما كنتش باغا نهضر معاه ما والو ولكن امي هي كان عندها راي اخر. المهم فاش خدات النمره ديالو وهضرات معاه هضر معاها مزيان امي تزرات ولات كل مره كتصوني ليه كل مره كتصدعو مره بالصباح مره بالليل المهم فين ما رشقات لها كتصوني ليه وكدوي معاه ولكن ماشي كدوي مع على اساس انهم كيدويو زعما في شي حاجه لا كتبقى تقول ليه واشنو غادي ديروا في هادي وشحال غتعطيها في الصداق وامتى غادي تجي باش ديها وعلاش ما تخليهاش هنا وعلاش ما تخليهاش عندي. واحد الوقت صونات ليه قالت ليه بغيتك تطلع ليا ولدي لبرا لقى ليا شي طريقه باش ولدي تطلعوا ليا لبرا قال ليها ولدي زعما ولدك الا بغى يطلع لبرا ماشي مشكل نقدر نتعاون معاه ولكن خاصو يكون عنده شي دبلوم شي قرايه شي حاجه. قالت لي لا ولدي ما عنده والو لقى ليه شي واحد اللي يحرقه قال لي انا ما كنديرش بحال هكاك انا طلعت لبرا زعما بدراعي ولقيت زعما كيفاش نطلع يعني ما نقدرش انا ندير بحال هكا وانا ما عارفش اصلا كيفاش. قالت لي لا انت كاين تما وهي غتزوج بيك لقى شي طريقه تطلع خوها. من بعد قالت لي شحال غتعطيها في الصداق خاصك تعطيها قدا وقدا. من بعد قالت لي لا البنت خاصها تبقى ساكنه عندي. قال لها ودي انا راه ما نقدرش نخلي البنت ساكنه عندك راه الا تزوج بها غتولي مرتي غتمشي عند امي حيت انا ما عنديش كيفاش وفسر ليها كلشي. قالت لي لا البنت خاصها تبقى ساكنه عندي الا ما بقاتش ساكنه عندي ما غتزوجش بها. انا في الاول ما كنتش عارفه هادشي كامل. من بعد امي جات عندي وقالت لي شوفي راه انت وداك السيد ما بقى بيناتكم والو. تصدمت قلت لها علاش شنو واقع علاش زعما ما بقى بيناتنا والو واش دواو معاك واش قالوا لك ما عجبتهمش واش شي حاجه. قالت لي لا انا دويت معاه قلت لي طلع خوك لبرا وما بغاش ومن بعد قلت لي يعطيك في الصداق قدا وقدا وحتى هي ما بغاهاش ومن بعد قلت لي خاصك تبقاي ساكنه معايا حتى يبغي يديك ولكن ما بغاش هاد السيد ما منوش. قلت لها امي انا قابله نمشي نسكن مع امو قابله نمشي نسكن مع دارهم ما بغيتش صداق كبير انا بغيتو يعطيني غير اللي عطاني ما بغيت. قلت لها انا ماشي سوقي انا خويا شكون اللي يطلعوا لبرا. قلت لها دابا فرضا نكون جاني شي واحد في المغرب واش غادي نقول ليه طلع خويا فين ساكن انت في المغرب راه ما يمكنش خويا يضرب على راسو انا نضرب على راسي. قلت لها علاش توقفي ليا في رزقي. قالت لي لا الا ما طلعتيش انت وخوك ما تطلعيش. قلت لها دابا علاش كديري ليا بحال هكا. قالت لي انا الا طلع ليا خوك حسن ما تطلعي ليا انت ما غادي ديري ليا والو غادي تمشي عند الراجل وتجلسي في الدار خوك الا طلع غيخدم ويبقى يصيفط ليا. قلت لها امي انا نصيفط لك الا بغيتي غير الفلوس انا نطلب راجلي وناخذ الفلوس ونشوف كيفاش ونصيفط لك زعما واحد المقدار مالي في الشهر ولكن خليني ما توقفيش ليا في رزقي خليني نتزوج. قالت لي لا صافي الناس هضروا مع بعضياتهم تشاوروا صافي لقاوني انني ما ماشي مناسبه ليه بسبب امي وكذا واخا خالته جات لعندي وقالت لي زعما راه اودي راه ما بقى والو السيد راه ما بقاش بغا وكذا وهادي حيت هو لمح لامي داكشي علاش امي جات قالتها لي. من بعد اللي جات خالته قالتها لي وقلت ليها زعما انا راه ما عنديش مشكل وراه امي اللي قالت بحال هكا زعما انا ما. قالت لي يا بنتي هادشي فيه غير صداع والمشاكل وانت امك غتبقى تابعاك صافي يعني لمحات لي باللي راه امي هي السبب يعني امي غتكون سبب ديال المشاكل ديالي الا تزوجت معاه وهما ما قادينش على داك الشيء. قالت لي راه السيد راه ما بقاش بغا. من غير انها لمحات لي بلي السيد ما بقاش بغا لمحات لي بلي السيد كان باغيني يعني وعاجبه وكل شيء فيا هو هذاك يعني انا ما مني حتى شي عيب. العيب الوحيد اللي كاين هو امك يعني قالتها لي بصريح العباره. قالت لي العيب الوحيد
الوحيد هو امك. داكشي على السيد ما بقاش بغا. مشيت عند امي بكيت جبت شكيت ما خليت ما درت. امي ما مسوقاش وضربه الدنيا بركله وكتشوف فيا وكتقول لي ما عندي ما ندير لك، ما هو ما بغاكش. وواحد الوقت ولات كتقول لي كون كانت فيك الفايده كاع ما يمشي ويخليك، كون كنتي بصح زوينه وهذا الشيء فهمتي، بدات كضرب فيا كون كنتي بصح فيك الفايده وكذا كاع ما يمشي ويخليك كره لصق فيك. وانا غير قلت ليه طلع خوك وغير لمحت ليه وهو يقول لك لا صافي وسمح فيكم مشى، كون بصح فيك الفايده كون راه قال لك نطلع خوك وطلعكم بجوج فهمتي. يعني بدات كضرب فيا في الاول انا ما كنتش فاهمه، من بعد بديت كنستوعب باللي مي راه تقدر تكون مريضه، مي يقدر يكون بها شي حاجه، ولكن اشنو الذنب ديالي انا؟ شنو الذنب ديالي نعيش في وسط هذا الشيء؟ شنو الذنب ديالي انها تضرب لي في مستقبلي، انها تخرج عليه؟ حيت انا ما عنديش حل اخر اني من غير نتعتق من هذه الحياه من غير واحد الزواج. وبالنسبه لي اكثر حاجه كانت غتكون زوينه في الحياه هي هذا الزواج اللي كنت غنتزوج بهذا السيد. يعني كان كامل بالنسبه لي، من غير انه كيجوني غير الناس اللي كاينين في العروبيه حدانا وغير الناس اللي كاينين في المدينه وكيكونوا لا علاقه. هذا كان انسب عريس نقدر نتزوج به. ولكن امي طججات واش مره اخرى غيعاود يجيني، واش الا جاني مره اخرى واش امي غتسمح لي انني نتزوج به؟ كيدوروا لي بزاف الافكار في راسي، اقسم بالله العلي العظيم ما عرفتش شنو ندير في حياتي. فكرت في الانتحار ما خليت فاش فكرت، ما عرفتش شنو السبب ديال هادشي اللي كدير امي، والله ما فهمت. جيت نعاود لكم قصتي غير حيت بغيت نخوي قلبي، بغيت نرتاح، بغيتكم تنصحوني تقولوا لي شنو نقدر ندير، كيفاش نتعامل مع امي الا جاني رزق اخر في الدنيا، كيفاش نتعامل مع امي باش انها تقبل به، باش انها ما ديرش لي هاد الحاله، كيفاش نسير حياتي مع هاد الانسان. والله ما عرفتش. كنتمنى انكم تنصحوني وسمحوا لي الا طولت عليكم. متتبعاتي الوفيات، هنا كنكون وصلنا لاخر القصه ديالنا. كنتمنى انكم تخليوا الاراء ديالكم لصاحبه القصه حيت محتاجه ليهم وتدعيو معها حتى هي. وشكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في قصه جديده. خليت لكم الراحه.